بيبدأ الانمي بتاعنا بشاب بيحرق جثة ابوه، والكل بيكون في غاية الحزن، وبينادي على اخواته عشان يودعوا ابوهم، وبيقول لهم من النهارده انا رئيس القرية دي، وتعالى يا صديقي نعرف اللي حصل بالظبط. نرجع فلاش باك للماضي. بيكون قدامنا موظف غلبان تعبان كحيان بيشتغل طول النهار ويروح يلعب بلاي ستيشن طول الليل، ولكن فجأة وهو رايح الشغل بيقع على الارض نتيجة ذبحة صدرية. بيبقى صعبان عليا والله، عاش طول حياته كعبد ومات برضه كعبد. بيغمض عينه ويفتحها ويلاقي نفسه في عالم تاني، وبتكون في واحدة جميلة في وشه. بيقول ايه ده، انا فين بالظبط؟ ودوني المستشفى ولا ايه؟ وبعدين هم الممرضات هنا حلوين كده ازاي؟ بس فجأة بيلاقي كلب بيطير فوقه. هو ايه اللي بيحصل؟ بتدخل الخادمة وبتقول لها انا جهزت الاكل، وبيكون معاها طبق، فبيشوف صاحبنا صورته وبيتصدم لما بيلاقي نفسه طفل صغير، وبنعرف ان اسمه في العالم ده هو ارس. بيكبر صاحبنا وبيبقى عنده 3 سنين، وبيكتشف ان العالم ده مليء بالسحر، وبنعرف انه اتولد في عيلة نبيلة كابن حاكم المدينة، وبيكون عايش في قلعة وعندهم خدم وطباخين وكل حاجة انت نفسك فيها يا صديقي. بينزل عند الجنود عشان يشوفهم وهما بيتدربوا، وبيكون عنده قوة غريبة، وهو انه بيقدر يقيم الشخص اللي قدامه بمجرد ما يبص عليه. بيكون في جندي بيتدرب بس عمال كل شوية يتضرب، بيستخدم قوته وبيقيم قدراته، وبيعرف ان عنده قدرة في الرماية. بيعرض عليه يستخدمها فبيرفض، وبيقول له مش انا اللي استخبى من عدوي، انا لازم اقتل عدوي في وشه. بيقول له ارس بس انا عايزك تستخدمها، فبيقول له القائد طالما امرك يبقى لازم تنفذ. بيجرب اول رمية فبيجيبها في نص الهدف، بيقولوا له اكيد ده مجرد حظ. جرب تاني كده، فبيجرب كذا مرة وبيجيبهم كلهم في نص الهدف، فبيقول لهم كده تمام قوي، انا مولود اصلا كقناصه. بيسالوه عرف ازاي، فبيقول لهم مجرد تخمين مش اكتر، وبيكون عايز يقول لهم الحقيقه بس خايف انهم ما يصدقوش. بيبقى قادر يستخدم القدره دي على اي حد الا نفسه. بيرجع بالليل عشان يتعشى، بس قبل ما ياكل ابوه بيسد نفسه، وبنعرف ان ابوه اسمه ريفن، وده يبقى حاكم القريه، وبتكون قدراته بتفوق كل اللي حواليه لدرجه انه ممكن يهزم 10 رجاله لوحده. بيساله انت اكتشفت مهاره الجندي دي ازاي؟ بس ارس بيبقى مش عارف يرد عليه ويقول له ايه، فبيقول لابوه مهما كانت المهاره اللي عندك فلازم تنميها، ويلا كل اكلك وادخل ذاكر. بس صاحبنا ما بيذاكرش ولا حاجه، هو بيقعد يفكر في اللي مستنيهم. وبنعرف ان حكام الامبراطوريه اشخاص فاسدين، وكل شويه تقوم ثورات ضدهم من الفلاحين، ولو ما رعوش مصالحهم فده هيتسبب في تدمير الامبراطوريه، ووقتها هيضطر انه يطلع يحارب بنفسه عشان الناس اللي في قريته وثقوا فيه وحبوه، وهو مش لازم يخذلهم ابدا. بيطلع بعد كده يتمشى في السوق، وبيبدا يقيم قدرات كل اللي حواليه، لكنه بيتعب من كتر استخدام القدره دي، وهو بيقعد في جنب يعيط. بس فجاه بيلاقي واحده بتطرد واحد من بيتها، وده بيبقى شخص من العبيد. بيصعب على ارس فبيروح ويديله اكل، بيشكره الشخص ده، لكن قبل ما يكمل كلامه بيستخدم ارس قوته وبيقدر يقيم قدراته، وبتكون قدرته في القياده عاليه جدا تقارب قوه ملك الشياطين. يوم الشخص ده بعد كده يمشي، لكن ارس ما بيسيبوش، وبيروح وراه وبيعرض عليه انه يبقى التابع الخاص بيه. بيقول له يلا يا حبيبي روح العب بعيد. بيقول له انا ابقى ابن حاكم المدينه، وده شعار عيلتنا، وانا حسيت بقوتك. بيقول له انت تعرفني منين؟ ده حتى انا لسه مقابلك، وبعدين انا هسبب لك المشاكل عشان انا من العبيد. بيقول له مش مهم انا عرفت منين، ومالكش دعوه انا هعرف اتصرف في الموضوع ده. فبيقول له لا، وبيسيبه وبيمشي. بيسمع ارس صوت بطنه، فبيقول له لو انت لسه جعان فاحنا عندنا طباخ مفيش زيه في المدينه. فبيقول له خلصانه لو فيها اكل انا جاي معاك، بس اهم حاجه مش هنطلع طوب ورمل. بياخده للبيت وبيقعدوا عشان ياكلوا، بس الخدم بيقدموا له فاصوليا. بيقول في نفسه هي الاكله دي ورايا ورايا، وبيكون كل الخدم مش طايقينه. بيقولوا له كل اللي قدامك وهو يمشي، بس ارس ما بيعجبوش الوضع ده، وبينقل اكله قدامه وبيقعد ياكل معاه. وبيسالوا ارس ايه اللي جابك القريه دي، فبيعرفوا انه كان شغال في فرقه مرتزقه، لكن كل اصحابه ماتوا من وقتها وهو في الشارع. فبيسالوا ارس ليه ما انضمش لفرقه تانية، فبيقول له ان مفيش حد هيوظف شخص زيه ومالوش اي انجازات حتى في العالم ده، عايزين سي في. فبيقول له ما تقلقش انا هوظفك. وبياخده بعد كده وبيروح يعرف ابوه ان ده هيبقى التابع بتاعه. فبيقول له يعني ده طلبك؟ فبيقول له ايوه. بيقول له طلبك ده مرفوض، يلا بقى مشيه من هنا. فبيقول له انه عنده قوه جباره هتفيدنا لو دخلنا في اي حرب. فبيقول له ابوه عمر العبيد ما كان عندهم اي قوه. بيقول له ارس بص انا ما اعرفش كتير عن العبيد، لكن اللي اعرفه ان الشخص ده واللي بيكون اسمه رين يا صديقي عنده قوه بتميزه عن كل اللي حواليه، ولو بتشكك في كلامي فاختبره بنفسك. فبيقول له ايه اللي يخليك متاكد من كلامك كده؟ فبيقول له مش عارف بس في حاجه جوايا بتقول ان هو موهوب. فبيقول له خلصانه انا هختبره، ولو اثبت موهبته هوظفه كجندي عندي، والاختبار هيكون بسيط جدا هيواجهني انا شخصيا. بيتصدم ارس من كلامه، وبيقول له ان هو مجرد شخص عنده 14 سنه، وانت مهاراتك في القتال عاليه جدا، وكده القتال مش هيبقى عادل. فبيقول له خلاص لو قدر يسدد عليا ضربه واحده يبقى كده فاز. بينزلوا ساحه المعركه وبيبداوا يجهزوا، وبيقول له هتفوز لو قدرت توجه لي ضربه واحده قبل ما الوقت يخلص. وبيبدا الهجوم على طول. بيبقى ريفن مهاراته عاليه جدا، ومن اول هجمه بيطيره من مكانه، وبيديله ضربه في كتفه وبيطيره لورا ويوقعه على الارض. وبيفتكر كلام ارس ليه، وبيقول في نفسه لازم افوز عشان ارس اداني ثقته. وبيبدا الهجوم وبيتزحلق على الارض وبيروح يهجم عليه من ورا، بس ريفن بيقدر يصد الهجمه، وبيكون الوقت خلاص فات. لكن انت فاكر انه خسر يا صديقي؟ لا والله، بيكون قدر انه يوجه له ضربه ويقطع له خصله من شعره قبل ما الوقت يخلص. جامد يا ابني والله. وبيقبل ريفن انه يوظفه، وبيقول لارس قدرتك على استكشاف الناس دي قوه استثنائيه مفيش حد عنده زيها، وكنت قلقان ان ما يبقاش عندك قوه اسطوريه، بس كده انا اطمنت عليك ومتاكد انك هتبقى قائد عظيم في يوم من الايام.
بيطلع رين وبيغير هدومه وبيشكر ارس على اللي هو عمله معاه وبيوعده انه هيقضي بقى حياته في سداد ذلك الدين. وبكده يبقى انضم اول واحد لفريق صاحبنا ارس. بيبدا رين يتعلم القتال والقراءه ويزود من مهاراته وكل السكان بيرحبوا بيه لما يعرفوا انه شغال لصالح ارس. حتى الخدامات مش سايبينه في حاله وبيبقوا معجبين بيه. ومش كده وبس، ده بيبدا يعلم ارس عن تاريخ الممالك وبيعرفوا ان الامبراطور صحته اتدهورت جدا واللي مسك الحكم ابنه الصغير اللي عنده 8 سنين وده هيبقى امبراطور بالاسم مش اكتر، لكن اتباعه هم اللي بيسيطروا عليه وده مسبب غضب كل السكان. عشان كده اضطر الحكام انهم يستقلوا عن الامبراطوريه ودي تعتبر اصغر المشاكل. بيقول ارس هي دلوقتي صغيره بس في يوم من الايام هتكبر وعشان كده لازم ابقى مستعد واجمع الاشخاص الموهوبين جنبي. وبيسال رين لو حصل حرب هتبدا منين، فبيعرفوا انها تبدا من المدينه اللي هم فيها لان حاكمها كبير في السن وحالته الصحيه وحشه جدا وفي احتمال كبير انه يموت في السنين اللي جايه. والحاكم ده عنده ولدين، بالطبيعي ان الخلافه بتتنقل للابن الاكبر بس الابن الاصغر مؤهل اكتر والحاكم مش عارف يختار مين اللي يمسك مكانه ولو مات قبل ما ياخد القرار هيتسبب في حدوث صراع بين الاخوين. حتى لو اخد القرار قبل موته ممكن يحصل صراع عشان الاخين عايزين يورثوا الحكم وبيبقى ارس خايف عشان هو لسه صغير ولو ابوه دخل الحرب فهيخسر كتير. عشان كده عايز يجمع الاشخاص الموهوبين ويضمهم لفريقه عشان في النهايه يطلع باقل الخسائر. وبيقرر انه هيبدا يدور على اشخاص موهوبين ورين كمان بيقول انه هيساعده في كده. بينزلوا من البيت وبيكون ابوه قاعد يتدرب وفاحت نفسه في التدريب. بيساله هو رايح فين، بيعرفه انه رايح يدور على اشخاص موهوبين عشان يضمهم لفريقه. بيقول لابوه لو عرفت تجيب لنا شخص موهوب في السحر يبقى كتر خيرك. مش عارف هو محسسني انه نازل يشتري طماطم ولا ايه. وبيعرفه انه عايز واحد موهوب في السحر عشان هو ما بيعرفش يستخدمه والناس اللي بيستخدموه معاه مش موهوبين. فبيفتكر ارس اول مره استخدم فيها السحر وكانت هجمته ضعيفه جدا ومن بعدها ابوه ما طلبش منه يستخدم السحر مره تانية. بيتجه بالفعل للمدينه وبيكون في عدد كبير من الناس وبيفرح لما بيلاقي معظم الناس في المدينه اثرياء وبيقول انه عايز يحول سكان مدينته لنفس المستوى في يوم من الايام. فبيقول له رين مش ده موضوعنا دلوقتي، دور لنا على شخص يكون موهوب في السحر. بيستخدم عينه وبيبدا يقيم مهارات كل الناس بس الواضح ان كلهم مهاراتهم ضعيفه. بيتعب من كتر استخدام عينه وبيقعد عشان يريح وبعدها بيقوم يتمشى في المدينه مره تانية. فبيلاقي عدد كبير من الفقراء نايمين في جنب. فبيعرفوا رين ان كل المجتمعات فيها الاثرياء والفقراء واكيد كلهم مش هيبقوا طبقه واحده. فبيقول له ارس انا اتخدعت من المظهر الخارجي بس المستخبي طلع ابشع بكتير من الحقيقه وانا لازم اغير العالم عشان الفقير يعيش حياه زي الغني. بيفرح رين من كلامه وبيقول له انا فخور اني بخدم واحد زيك. وهنا بتكون في واحده بتراقبهم من بعيد. بيطلع بعد كده وبيروح للسوق وهم هناك في واحد بيعرض عليهم بيض التنين. هو صاحبنا زي المغفل اول ما بيسمع كلمه تنين بيقول له اديني كل الكميه اللي عندك بس فجاه بيرفع رين عليه السكينه وبيقول له انت عارف انت بتعمل ايه ومع مين. بيحاول الشخص انه يبرر موقفه لكن رين بيقول له ان التجاره واقفه من السنه اللي فاتت واللي معاك ده لو بيض تنين كان زمانه فاقس وبعدين تاجر بسيط زيك كده هيجيب الكميه دي كلها منين وده معناه ان ده بيض صحالي كبيره. بيقول له الشخص لا وبيبقى لسه هيتكلم بس رين بيقول له محاوله خداع السيد ثمنها الموت وبيكون هيخلص عليه لكن ارس بيوقفه وبيقول له مش هشتري حاجه. بيشوف رين الناس اللي اتجمعت حواليهم وبيدرك اللي هو عمله فبيقعد يتاسف لارس على اللي هو عمله بس ارس بيقول له ما حصلش حاجه يلا نكمل اللي احنا جايين عشانه. بيروح بعد كده ياكله وارس بتعجبه حلويات فبيروح عشان يشتري منها بس في شخص بيخبطه وبيطلع يجري وبيبقى سرق محفظته. بيشيل رين وبيطلع يجري ورا الشخص وبيشيل الغطا من عليها وبتطلع بنت جميله بتدخل في الشارع وبيكون في اشخاص عايزين يتخلصوا منها وعلى طول بيضربوها ويوقعوها على الارض. بيروح صاحبنا ارس عشان يدافع عنها. الشخص ما بيعجبوش الكلام وبيروح عشان يضربه لكن صاحبنا رين بيلحقه وبيقول له ايدك لا توحشك يابا. لسه هيتكلم رين بيضربه وبيشيله ويرميه بعيد. بيجي اصحابه بس رين بيمسكهم كلهم يكسر عظمهم. بيطلعوا بعد كده يجروا. بيستخدم ارس قوته وبيقدر انه يقيم قدراتها ودي تبقى ساحره من النوع اس. بيقول لها رين هات الفلوس دي لكن ارس بيعرض عليها انها تبقى تابعه له. رين بيقول له تابعه ازاي دي حراميه انت ناسي انها سرقتك ولا ايه. فبيقول له انها بتمتلك قدره في السحر ما شفتش حد عنده زيها لكن هي ما بترضاش وبتقول له انا لو اخر يوم في عمري مش هبقى تابعه لطفل زيك. فبيقول لها يعني ما فيش طريقه اقنعك بيها. بتقول له لا انا مش هخدم طفل مدلل زيك. فبيعرفها ارس انه عايز يعمل مدينه يقدر الكل يعيش فيها حياه مستقره. بتقول له حياه مستقره انت طول عمرك عايش في الرفاهيه عشان كده مش هتستوعب اللي انا بقوله. الناس اللي زينا بيقضوا معظم حياتهم في الشوارع الجانبيه بيعانوا من الحر ومن البرد ومش عارفين هياكلوا امتى وبعدين انت عايزني ابقى تابعه ليك ليه عشان تظهر للناس انك مش زي الباقي. فبيقول لها رين خلاص رجعي المحفظه وكل واحد يروح لحاله لكن ارس لسه عايز يضمها لفريقه. بيسالها عن الناس اللي هجموا عليها فبتعرفوا انهم اتباع تاجر عبيد كانت في مره بتسرق من مخزن احد النبلاء واتقبض عليها وبعد كده باعوها كعبده بس هي قدرت تهرب منهم وعشان كده لسه بيلاحقوها. بيقول لها طب انت فضلتي في المدينه دي ليه مش كان ممكن تهربي. بتقول له انا ما اقدرش اهرب واسيب اللي ورايا. وبيجي بعد كده عدد كبير من الاطفال وبتكون هي اللي بتهتم بيهم وبتسرق عشان تاكلهم. فبيقول لها خلاص انا مش هضمك لفريقي وبياخد الفلوس من رين وبيديها لها عشان تاكل الاطفال وبتقول له ما تستناش مقابل قصاد الخدمه دي وبتسيبهم بعد كده وبتمشي. بيرجع للبيت وبيبقى قاعد زعلان. بيجي له رين وبيقول له انا كنت في يوم من الايام زيها عشان كده فاهم شعورها. العالم ده قاسي جدا على الفقراء. فبيقول له مش ده اللي شاغل تفكيري. اللي شاغل تفكيري ان انا عايز اغير المدينه واخلي الناس
والناس كلها عايشه سعيده. لكن فجاه بيجي له الاطفال اللي شافهم الصبح وبيعرفوه ان شارلوت اتخطفت. بنشوف شارلوت وبيكون العصابه خطفاها وبياخدوها بعد كده وبيروح على مقر العصابه وبيفضلوا يضربوا فيها، لكن هي ما بتخرجش دمعه واحده. وهو بيقول لهم مديرهم يا بهايم كم مره قايل لكم ان في واحد عايز يشتريها، يضرب في اي حته بس ابعد عن الوش، مش عايزين نبوظ البيعه. وبياخد شخص منها الفلوس لكن هي بتقوم وبتاخدها وبتروح تجري لكن بيمسكوها على طول. لكن هنا بيدخل صاحبنا ارس ورين وبيسمي الله ويمسك كل اللي موجودين يكسر عظمهم واحد في التاني، ما بيسيبش فيهم واحد عايش. بيدخل ارس بعد كده عشان يطمن على شارلوت، لكن تاجر العبيد بيقول له مين اللي سمح لك تكسر بابي؟ فبيقول له انت بقى البرت تاجر العبيد مش كده ولا ايه؟ بيستغرب ازاي عرف اسمه، بس ارس بيأمره انه يطلق سراح شارلوت. بتحاول شارلوت تمنعه من انه يتدخل، بيقول لها كنت بسأل نفسي ليه دايما عينيكي ما فيهاش امل، بس بعد ما قدرت اقرا حالتك عرفت ان الطموح عندك واحد. بيقول له البرت دي عبده هيكون عندها طموح في ايه يعني؟ فبيقول له انتوا اللي سرقتوا طموحها ودمرتوا املها في المستقبل، كان واجب عليكم انكم تنموه لكن بالعكس انتوا اللي دمرتوه. هنا بتحاول شارلوت تفتكر اخر مره عيطت فيها وبتبقى مش فاكره عشان البكاء ما بيساعدهاش على النجاه، والدموع للضعفاء والضعف ده معناه الموت. عشان كده طول عمرها كانت بتركز انها تبقى قويه وتنجو بحياتها، لكن في الوقت ده ما بتبطلش عياط. وبيدي البرت امر الحراس بالهجوم عليهم، بس ارس بيقول لرين انا معتمد عليك. بيروح اول واحد عشان يهجم عليه فبيمسكوا من رقبته وبيرفعوا لفوق وبيقول لهم ثمن غضب السيد هو الموت، وبيمسك بقى الحراس يخلص عليهم وما بيسيبش منهم ولا واحد عايش. بيهجم عليه 2 من الصحراء لكن سحرهم بيبقى ضعيف وبيقدر رين انه يتفادى الهجمه ويخلص عليهم. بيقول لهم البرت انتوا ما سبتوليش اختيار، وبينادي لاقوى شخص من حراسه عشان ينزل من فوق. بينزل وبيبقى ضخم جدا، بيروح يهجم على رين لكن رين بينط فوق وبيقول له انت بطيء كده ليه، وبيهجم عليه يخبطه بالرجل وبعد كده بيخبطه في وشه وبيكسر له اسنانه. جامد يا ابني والله. بيقول لهم البرت ان رئيس المنطقه موافق على تجاره العبيد وانتم كده بوظتوا شغلي. فبيقول له ارس انا هشتريها منك، وبيجي له رين وبيقول له تجاره العبيد مبنيه على الثقه وانت اكتر واحد عارف ان انا ممكن اخدها وامشي، بس ده هيبوظ سمعتك وانا ما يرضينيش كده، فهتبرر فعلتك للمشتري وتقول ان في واحد عرض سعر افضل، بس لو رفضت فاضطر اخدها معايا وانا ماشي. فبيوافق البرت وبياخدوها معاهم وبيمشوا، وبعد ما بيطلعوا بتقول له ان في مكان عايزه تزوره الاول. بيروحوا لفوق تل وبيكون المنظر خلاب، وبتقول له انا كل ما تبقى مشاكلي كبيره باجي هنا وابص للمدينه من فوق فبحس ان مشاكلي كلها صغرت في ثانيه، عشان كده انا بحب المكان ده. فبيقول لها طب انت بتشاركيه معايا ليه دلوقتي؟ فبتقول له المره اللي فاتت انت قلت لي انك عايز تعمل مدينه يقدر يعيش فيها الاشخاص اللي زي حياه مستقره، عشان كده انا هنضم لفريقك واساعدك في ده. فبيقول لها رين بس احنا لازم نقيس قدراتك الاول، وبيديها اداه سحريه عشان تجربها. بتقول له بس انا ما جربتش استخدمه قبل كده. بيقول لها رين مفيش مشكله انا هعلمك تستخدميه ازاي، وبيقول لها على تعويذه عشان تقولها، وبتستخدم قوتها بالفعل وبتقدر انها تطلق هجمه قويه بتزلزل المدينه كلها، وبتتكسر الاداه السحريه كمان من قوتها. وبتسال ارس اذا كانت هتاخد راتب مقابل شغلها معاه، فبيقول لها ايوه. فبتقول له تمام انا بقى عايز اطلب منك طلب، الراتب ده هتديه للاطفال اللي في المدينه وانا عايزه مكان اعيش فيه بس واكل. فبيقول لها اتفقنا، وبتوعده انها تحميه وتحقق له كل اللي هو نفسه فيه. وبتروح بعد كده وبتودع الاطفال وبياخدها معاه البيت وبيوريها لابوه. فبيقول له انا ما ينفعش ادخل واحده معايا ساحه المعركه، فعلى طول بتوري له قوتها. فبيقول لها خلاص انت مقبوله معانا من النهارده، وبيرحب بيها في بيته. بيعدي الوقت وبيكبر صاحبنا ارس وبيبقى عنده 6 سنين، وبيكون ابوه راجع من المعركه ومحقق فيها انتصار بفضل رين وشارلوت، وده بيرفع من معنويات الجنود جدا، وبيكون شرف النصر من نصيب شارلوت، وكمان اتمنحت لقب سيده اللهب في المعركه دي. وارس كمان بيكون بقى عنده اخين توأم. في ذلك الوقت بيجي له رين وبيعرفوا انهم اكتشفوا مواهب جديده، وده بسبب ان عيله جديده اتنقلت للمدينه، فبيقرروا انهم هيروحوا ويزوروهم. وبتصر شارلوت انها ترافقهم، وبتكون عماله تتخانق هي ورين عشان الحصان مش قادر يجري، والحصان تحت رئاكته انقذوني. لكن هم ماشيين بيقابلوا الاخين واللي بيكونوا بيصطادوا فريستهم، بيشوفوهم الاخين من بعيد وبيروحوا يشوفوا حصل لهم حاجه ولا لا. بيستخدم ارس قوته وبيشوف مهاراتهم اللي بيلاقيها من الدرجه الف. بيروحوا بعد كده يقابلوا ابوهم وبيقول له ابن حاكم القريه شرفنا بزيارته ليه، فبيعرفوا انه سمع عن ولاده وبيطلب منه انه ياخدهم معاه عشان يخدموا في الجيش. بيفرح الاب جدا عشان دي كانت امنيه حياته، لكن فجاه بيدخل عيل صغير بياخد رغيف عيش وبيتسحب عشان يروح اوضته. ابوه بيهزقه وبيقول له ما ينفعش تعمل كده وابن حاكم المدينه عندنا. بيعتذر منه، لكن صاحبنا ما بيضيعش فرصه وبيقيم قدراته، وبيلاقي عنده خبره في الاستراتيجيه من الدرجه اس. يا حلاوه. وبيقول انه مش هيلاقي القدرات دي في المدينه كلها بالرغم من صغر سنه. بيعتذر ابوه من ارس على التصرف بتاعه، لكن ارس بيقول له ما تقولش كده احنا انا عايز اخده ضمن اتباع الشخصيين. بيتصدم الكل منه، وهو بيقول لابوه ده مش هيسبب لكم غير المشاكل ومش هينفعكم في حاجه. بيروح لارس وبيعرض عليه ينضم لفريقه، لكن الواد بيترعب وبيقول في نفسه كده يبقى لازم اقاتل وانزل ساحه المعركه. فبيرفض طلبه وبيقول له مش هنضم ليك، وبيسيبهم وبيطلع يجري على اوضته. بيقول رينا انا شفت قرار الرفض ده فين قبل كده. بيعتذر ابوه منه وبيقول له ان روسيل ضعيف جدا وخجول كمان عن اخواته وفي الغالب مش هيقبل ينضم ليك، وبيعرفوا ان امه ماتت من 2 سنين، ومن الوقت ده وهو قاعد في اوضته ومش راضي يخرج منها، وهو مش عارف يعمل له ايه، ده حتى مش عارف يحمي نفسه. فبيعرفوا ارس انه ما بيمتلكش قوه جسديه زي اخواته، لكن بيمتلك قوه عقليه بتفوق قوه اي واحد في المدينه، وبيطلب منه يدخل عشان يقنعه. بيدخل له بالفعل والواد بيكون خايف منه جدا، فبيعتذر منه ارس عشان دخل من غير اذنه، وبيلاقيه بيقرا في كتاب فبيساله اذا كان بيحب الكتب. فبيقول له روسيل ايوه، فبيعرض عليه انه يجي
يجي عندهم في المكتبه الخاصه بيهم ويقرا اللي هو عايزه هناك. فبيقول له انت عايز تجرجرني عشان اجي معاك واحارب مش كده ولا ايه؟ فبيقول له ارس لا طبعا انت هتيجي عشان تقرا بس. فبيقول له خلاص هاجي معاك بس لازم اخواتي كمان يجوا معايا. بيروح له البيت وبيعرفهم ارس ان شارلوت تبقى قائده فيلق الصحراء وبيقول لهم هتوريكم الاوض بتاعتكم. بيقولوا له ايه ده؟ هو احنا معانا حريم في الفريق؟ والواضح كده انهم بيريلوا على اي لحمه وخلاص. وبياخدوا ارس بعد كده وبيوديه المكتبه بتاعتهم واللي بتبقى كبيره جدا يا صديقي. والواد اول ما بيشوفها بينبهر من كل اللي فيها وبيسيب رين معاه عشان لو احتاج حاجه وبيروح عشان يذاكر دروسه. لكن بتروح عليه نومه وبينام وبيصحى مرعوب وبيروح عشان يشوفهم وبيلاقي ان روسيل نام من كتر التعب وبيقيم قدرته مره ثانيه وبيلاقيها ارتفعت. ايه الجمدان ده؟ في كام ساعه قدرته زادت، امال لو قعد كام سنه هيعمل ايه؟ بيجي اخواته وبياخدوه معاهم عشان يروحوا وبيستغربوا لما بيلاقوه تعبان ونايم وحواليه كتب كتير وبيقولوا ده حتى ما بيعرفش يقرا، تعب من ايه ده؟ فبيقول لهم يعني ايه ما بيعرفش يقرا؟ فبيعرفون ان امهم هي اللي كانت بتقرا له الكتب والصيادين اللي زيهم مش محتاجين يتعلموا القراءه. بيصحى روسيل بعد كده من النوم وبيساله ارس انت ازاي اتعلمت القراءه؟ فبيقول له افتكرت امي وهي بتقرا لي لما كنت صغير وطبقت الكلام اللي هي قالته مع الكلام اللي موجود في الكتب وفي النهايه قدرت اتعلم القراءه بنفسي. كلهم بيبقوا مصدومين ازاي يعلم القراءه لنفسه وهو بالسن ده؟ وبيقول ارس ما ينفعش اضيع موهبه زي دي من ايدي وبيبقى عايز يثبت لابوه انه مش لازم يصطاد بالقوس عشان يفتخر بيه. وبيروح له تاني يوم وبيعرف روسيل انه لازم يصنع فخ عشان يصطاد عدد من الحيوانات وبيقول له انت عقلك هو سلاحك ولازم تستخدمه عشان تثبت لابوك ان القوه مش في استخدام القوس. وبيتصدم ابوهم لما بيشوف الفخ وبيلاقي عدد كبير من الحيوانات جوه وبيعرفوا ان روسيل هو اللي صنع الفخ ده. بيساله هو عمله ازاي؟ فبيعرفوا انه قرأ في احد الكتب ان الحيوانات دي بتندفع تجاه اللون الاصفر عشان كده صنع باب من اللون ده وكمان حط الاعشاب عشان قرأ ان الامهات وصغار الحيوانات دي بتكره الاعشاب فعلق الاعشاب عشان يبعدهم عن الفخ وعمل كمان مخارج صغيره عشان لو صغار الحيوانات دي دخلت تعرف تخرج. لكن ابوه ما بيعترفش بالكلام ده وبيقول لاخواته انتوا ماشيين بكره مش كده ولا ايه؟ فبيقولوا له ايوه. فبيقول لهم خدوا روسيل معاكم. الولد بيحاول يبرر لكن مفيش فايده وبيقول له غادر المنزل من بكره. بيطلب من ارس انه يعتني بيه وبيسيبهم وبيمشي. الولد بيبقى مش فاهم حاجه بيقول لهم انا عارف ان ابويا بيكرهني ولازم اسيب له البيت وامشي من النهارده. وبيقول له ارس انا هبقى معاك. فبيقول له ارس انت لازم ترجع للبيت النهارده عشان انا متاكد ان ابوك عنده اسبابه الخاصه. بيرجع للبيت وبيفضل يتكلم في نفسه وهو بيقول انا عارف ان امي بعد ما ولدتني تعبت وماتت وعشان كده ابويا بيكرهني ومن وقتها وانا حابس نفسي في الاوضه دي. انا قتلت امي ومش قادر اساعد اصدقائي، يا ريتني ما اتولدت. لكن اخواته وابوه بيكونوا فوق البيت وبيسالوه عن سبب زعله من روسيل. فبيقول لهم انا عايزه يزعل مني، انا فشلت في اكتشاف موهبته وما ركزتش في غير انه ما بيعرفش يستعمل القوس وكنت بهزقه على طول. عشان كده انا اب فاشل وما يستاهلش واحد زيه انه يقعد معايا. هو طيب زي امه والطريقه الوحيده اللي تخليه يسيب البيت هو انه يكرهني عشان احس ان انا كفرت عن جزء من ذنبي. وبيطلب منهم انهم يساعدوه. في الوقت ده بيبقى روسيل سامع كل حاجه وما بيبطلش عياط. وفي اليوم التاني بيجي ارس عشان ياخد الشابين معاه لكن فجاه بيلاقي روسيل طالع وبيقول له انا هنضم ليكم. بيودع ابوه من غير ما يقول ولا كلمه. بيروح بعد كده ابوه يكسر الحطب فبيرجع له روسيل وبيقول له انا عمري ما هكرهك، مهما عملت فيا مش هقدر اكرهك وهروح بيت ارس عشان ادرس واتعلم حاجات كتير وافيد بيها قريتنا. بيقول لابوه ولا انا عمري كرهتك. وبيكون مشهد في غايه السعاده او الحزن انا مش عارف. وبكده يبقى العضو الثالث انضم لفريقنا. ويلا على اللي بعده. يا هنايا سعده. بيعدي الوقت وبيكبر ارس لكن ابوه بيتعب وبيلازم الفراش. بيطلب من ابوه انه يتولى المهمه الجايه لكن ابوه بيرفض. وبنعرف ان حاكم الاقليم مات وكتب في وصيته ان ابنه الصغير هو اللي يتولى الحكم لكن اخوه الكبير مرضاش بكده وقال انه زور الوصيه دي ودخل عده حروب عشان يرجع ورثه وانتصر فيهم كلهم. وده اللي خلى عدد من الحكام يقفوا في صفه وده سبب انقسام الاقليم لنصين بين مؤيدين الاخ الاكبر ومؤيدين الاخ الاصغر. وبعد كده تعب ابوه من كتر المعارك وبيقول انه لازم يشارك في القتال بنفسه. بيقول لابوه سيبك من الكلام ده انا عايزك في حاجه اهم من كده وهي خطوبتك. بيقول له خطوبه مين وامتى حصل الكلام ده؟ فبيقول لابوه مش فاكر، هو انا ما قلتلكش عنها؟ وبيديله رساله وبيقول له ان دي وصلت قبل كام يوم من خطيبتك. وبنشوف بعد كده شخصيه جديده وبتكون متجهه لمدينه ارس وهنعمل نفسنا مش واخدين بالنا انها خطيبته. بيدخل على اصحابه وبيعرفهم ان وصلته رساله من خطيبته. فبيقولوا له خطيبتك ازاي يعني؟ بيقول لهم مش عارف انا اول مره اسمع زيكم. وبتدخل الخدامه وبتعرفه ان خطيبته وصلت. بينزل عشان يقابلها وبتكون بنت في غايه الجمال وبيكون اسمها ليشيا. بيستخدم قوته وبيقيم قدراتها وبتطلع معدلاتها مرتفعه جدا يا صديقي. بتمتلك دبلوماسيه من الفئه اس وطموح من الفئه الف. بيستغرب من معدلاتها. بيقول بس شكلها طيبه او ممكن تكون بتمثل عشان تاخد الحكم مني، انا لازم امنع كل خططها. وبيقول لها تعالي معايا. وهم داخلين بيلاقوا رين بيجري. فبيستغرب خادمها ان في عبد معاهم في نفس البيت لكن هي بتوقفه وبتقول انت ما سمعتش عن رين ولا ايه؟ ده الحكايات عن بطولاته وصلت لبلادنا عشان كده اعتذر دلوقتي. مسيطره مفيش كلام. بيدخلوا بعد كده وبيرحب بيهم الخدم وبيروحوا عشان ياكلوا وبيقعدوا يحبوا في بعض. عقبالنا يا صديقي. لكن شارلوت وروسيل لهم راي تاني وبيكونوا خايفين منها. بياخدها بعد كده ارس وبيمشيها في المدينه وهو ماشي بيقابلوا اتنين فبيسالوه دي تبقى مين؟
فبيعرفهم ارس انها خطيبته، فبيفرحوا وبيقولوا له احنا لازم نعرف باقي اهل المدينه. الحريم ما بيتبلش في بقهم فوله، وبيطلعوا بعد كده وبيلاقوا اتنين عمالين بيتخانقوا، وده بيكون بسبب ان النجار طلب حجاره النار السحريه، بس التاجر جاب له حجاره الصوت السحريه، وبيقول انا لازم احل المشكله دي عشان لو فشلت ليشيا هتسيطر على المدينه كلها. لكن في الوقت ده بتتدخل شارلوت وبتبقى عايزه تخلص عليهم بضربه سحريه. هو ده الكلام. ليشيا بتمنعها وبتقول لها كده هنأذي الناس، وبتسالها اذا كانت هي الساحره شارلوت اللي صوتها مسمع في كل حته، فبتقول لها ايوه. بتقول لها انا كان نفسي اقابلك واسلم عليكي، وبتمد لها ايديها فبتسلم عليها شارلوت. روسيل في الزاويه يا غداره. وبتروح بعد كده وبتطلب من ارس انها تحل المشكله بنفسها. بيبقوا الاثنين نازلين طحن في بعض. بتدخل وبتعرفهم بنفسها وانها تبقى خطيبه ارس، وبتقول لهم انا سمعت المشكله وانا معديه بالصدفه، وبتطلب منهم يبيعوا لها حجاره الصوت السحريه عشان هي موجوده بكميات قليله في اراضيهم وهتشتريها بسعر مرتفع، وفي المقابل هتبيع لهم حجاره النار السحريه بسعر قليل عشان هي موجوده بكميات كبيره في اراضيهم. وبتقول لهم ان ارس هو اللي اقترح عليها الاقتراح ده، وبيطلب منهم ارس يكتبوا عقود بعد كده عشان يمنع حدوث مشاكل زي دي. وبيروحوا بعد كده وبيشكرها على اللي هي عملته، وفي اخر اليوم بيبقوا مروحين. فبتساله ليشيا ايه نوع الاشخاص اللي بتحبهم. بيتصدم ارس من السؤال وبيبقى مش عارف يقول لها ايه، بس هو عارف انها ذكيه وهتكتشف لو كذب عليها. فبيقول لها انا بحب الاشخاص اللي بيقولوا الحقيقه وما بيخبوش عليا اي حاجه. فبتقول له تمام وبتسيبه وبتمشي. بيروحوا البيت وبيقعدوا يتعشوا، وبتقدم لهم شارلوت فقرات سحريه. وبيروح ارس بعد كده عشان ينام، لكن بيلاقيها في سريره. وانا مش عايزك تفهم غلط يا صديقي. بيسالها هي بتعمل ايه في اوضته. فبتقول انا سالتك سؤال واحنا راجعين في الطريق وجايه دلوقتي عشان اجاوبك عليه، بس عايزك تجاوب على سؤالي الاول ايه رايك فيا. بس قبل ما تجاوب عايز اعرفك حاجه، انا عندي قدره تخليني اعرف الناس بيحسوا بايه بمجرد ما ابص لهم، واول شعور انت اظهرته لي هو الشك. حاولت احسن الموضوع بعد كده بس شكك فيا زاد، واخر حاجه قلت لي انك عايز تعرف الحقيقه وما خبيش عنك حاجه. ايه بقى اللي مخليك شاكك فيا؟ بيعرف انه لو جاوب غلط هتعرف على طول، فبيقرر يقول لها الحقيقه. وبيعرفها ان عنده قدره بتخليه يقيم مهارات الشخص اللي قدامه، ولما قيم مهاراتها اكتشف مهاراتها في الدبلوماسيه بالرغم من صغر سنها وطموحها كمان العالي. بتقول له فعلا انا ليا طموح، وهو ان الراجل اللي انا بحبه يحبني من اول نظره. بيقول في نفسه فعلا افضل طريقه للنجاه انها تتجوز من شخص قوي، وده معناه ان خطوبتها من سيد منطقه ضعيفه زيي مش هيناسبها. فبتقول له ليشيا انا عارفه انت بتفكر في ايه، وبتقول له مفيش شك ان منطقتكم صغيره وكنت ناوي افسخ الخطوبه منك، بس لما قضيت وقتي معاك النهارده غيرت رايي وعايز اتجوزك. بيسالها عن السبب، فبتعرفه ان احداث النهارده دي كلها بتدل ان عيلتهم هتزدهر في يوم من الايام عشان كل اهل المدينه بيحبوه ويفرحوا لما سمع خبر خطوبته. وبتقول له عشان كده بقيت بحبك زي ما اهل القريه بيحبوك. يا حلاوه. بس احب اقول لك يا صديقي ان دي حته رومانسيه حرقت الفريزر، مش هتلاقيها غير عند العبد لله سيزر. عشان كده اشترك في القناه وفعل اشعارك ويلا بينا نكمل. هنا صاحبنا بيبوظها وبيقول لها شكرا، فبتقول له ان الوقت اتاخر وبتسيبه وبتمشي. اول ما بتطلع بيقول انا غبي كده ازاي حد يرد على كلمه بحبك بشكرا، بس احلى حاجه انها قالت لي الحقيقه وما شكتش حتى في مهاراتي للتقييم. وفي الناحيه الثانيه بتبقى ليشيا مكسوفه جدا من اللي هي عملته، وانها كانت في اوضه شاب في نص الليل، وبتقول اكيد كان شكلي وحش بس حققت حاجه مهمه، وهي ان اول مره اقول لحد على مشاعري الحقيقيه. وتاني يوم بتبقى مروحه لبيتها وبتقول لنفسها انا طول عمري بكره عالم النبلاء عشان ممكن يعملوا اي حاجه من اجل الحفاظ على مناصبهم، بس ارس غيرهم كلهم وكان لطيف زياده عن اللزوم وكل الناس بيحبوه، عشان كده انا عايز ابقى جزء من المجتمع ده وافضل جنبه. لكن ابوه بتكون حالته اتدهورت جدا، وبيجي لهم بعد كده خبر اغتيال قاضي المدينه، وبيسال ريفن روسيل ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. فبيعرفوا ان في احتمال كبير تقوم حرب بين البلاد. فبيقول لهم ريفن والاكيد ان لومير هيساند الاخ الاكبر وده يبقى حاكم الاقليم يا صديقي، ولما يعمل كده احنا هنسانده. وبيدي امر الرين انه يجهز الجيش وهو اللي هيقوده بنفسه، وبيجي لسه قايم بس بيقع من طوله. وبتوصل بعد كده رساله من لومير وبيقول ارس انه هيروح بنفسه، وبالفعل بيتجه تاني يوم للقلعه عشان يحضر الاجتماع. بياخدهم الحارس بس ارس بيكون متوتر جدا، وبيقابله مساعد لومير بيقيم ارس قدرته وبتبقى مرتفعه جدا، وبيعرض على رين وشارلوت انهم ينضموا ليه بس هما بيرفضوا وبيقولوا له احنا اقسمنا بالولاء لارس. بيدخل القاعه وبيرحب برؤساء المدن التانيه لكن محدش بيرد عليه. بياخد الكرسي وبيقعد بس في واحد منهم بيرحب بيه بعد ما يقعد وتقريبا ده عنده لاج. بيقدم له الحلوى وبيبقى شكله طيب جدا بس التاني بيبص له وعينه كلها شرار. ولكن في ذلك الوقت بيدخل رئيس المقاطعه اللورد لومير، بيستخدم ارس قوته وبيقيم قدراته وبتكون مرتفعه زي المساعد بتاعه، والواضح كده انهم بيكملوا بعض. وبيقول لهم الاجتماع ده بخصوص ان احنا هنساعد الاخ الاكبر في استعاده العرض، حد عنده مانع؟ فبيقولوا له لا مفيش اي مشكله. فبيقول لهم تمام جهزوا جيوشكم، وبكده الاجتماع خلص وبيسيبهم وبيمشي. بس بيجي له الراجل اللي كانت عينه كلها بتطق شرار وبيعرفه بنفسه وبيقول له انا هاموند وده يبقى ابو ليشيا، وبيقول له ان بنتي مكتئبه بقالها فتره والواضح انها زعلانه منه. فبيقول له انا مش عارف انا عملت لها ايه. فبيقول له ولا انا عارف بس الفتره الاخيره مش مظبوطه وانا عارف انها بتحبك وعشان كده خلي بالك منها. وبيسيبه وبيمشي. بيرجع للبيت وبيبعت لها رساله على طول وبيعرفها انه كان مشغول الفتره اللي فاتت وان هو كمان قابل ابوها لاول مره وكان مبسوط جدا وبيعتذر لها عن التاخير.
بينزل بعد كده وبيتدرب مع رين، وبيبقى عايز يتدرب عشان ما يبقاش عبء على غيره في الحرب. وبيجي له رساله وبيعرف ان اللورد لومير طلب ان قواتهم تتجه لساحه المعركه في اسرع وقت. فبيقول لرين انه يجمع الجيش، وبيعرفهم ان هو اللي هيروح معاهم في المعركه دي. لكن ابوه بيجي وبيقول له انت لسه صغير على المعارك وهو اللي هيروح مكانه. فبيقول له ارس ان رين وشارلوت هيبقوا معاهم، واكيد ان شاء الله يرجعوا منتصرين. فبيقول لابوه انت لسه وشك بيبي فيس ومش هينفع تروح. فبيقول له يعني ايه بيبي فيس؟ فبيؤمر ريفن احد الجنود انهم يجيبوا واحد من الزنزانه، وده بيبقى شخص عامل كل حاجه حرام، قتل واغتصاب وسرقه وكل حاجه تدخل النار، وبيكون محكوم عليه بالاعدام، بس الحكم اتاخر بسبب مرض ريفن. وبيقول لابوه لو قدرت تقف وتشوفه وهو بيموت من غير ما يغمى عليك هسيبك تروح للمعركه. وبيحط راسه بعد كده على الخشبه، وبيرفع الجلاد سيفه وبيديله ريفن الامر وبيطير رقبته على طول. لكن ارس ما بيقدرش يستحمل وبيقع على الارض اول ما بيشوف الدم. فبيقول لابوه انت هتشوف ناس كتير بتموت قدامك وما ينفعش القائد يبقى خايف، عشان كده مش هسمح لك تروح المعركه المره دي. وبياخد الجنود وبيتجهوا للمعركه وبيعملوا حرب اسطوريه، وبيقدر رين وريفن يقتلوا عدد كبير من الجنود، وروسيل هو اللي بيحط الخطط، وشارلوت بتدمر القلعه بسحرها. لكن بعد المعركه بيقع ريفن وبيكون خلاص المرض يتمكن منه، بيبقى رايح على حصانه وراجع على نقاله. بيرجعوا للبيت وبيلاقوا ان ارس مصاب وبيكون بسبب كتر التدريبات، وبيسالهم عن صحه ابوه فبيعرفوه ان حالته اتدهورت جدا وانه ممكن يموت في اي وقت. فبيقول لهم دي كانت غلطتي، انا ما كانش ينفع اسيبه يروح. فبيقول له رين لا انت ما كنتش لسه مستعد لكده. فبيقول له خلاص حصل خير، لو حالته اتحسنت يبقى عرفني. فبيساله هو رايح فين؟ فبيعرفوا انه نازل للتدريب شويه، وبتعرفوا شارلوت ان الجنود اللي كانوا هنا قالوا ان هو ما بطلش تدريب من ساعه ما ابوه راح للمعركه، وكان بيتدرب كل يوم. بينزلوا لتحت وبيلاقوا ليشيا في وشهم، وبتعرفهم انها جايه تطمن على ارس عشان هو ما بعتلهاش رسائل من فتره كبيره، وبتسالهم اذا كان حصل له حاجه او لا. فبيعرفها رين باللي حصل وان هو ما قدرش يشوف منظر الاعدام، ومن وقتها وهو في البيت بيتدرب. فبتقول لهم انها لازم تسنده بصفتها خطيبته، وبتسالهم عن مكانه. فبيعرفها انه في ساحه التدريب. بتروح هناك وبتلاقيه بيتدرب والجندي ماسكه ماسح بوشه الارض، لكن ارس مصر انه يكمل تدريبه، فما بترضاش تكلمه وبتسيبه وبتمشي. وبتيجي الخادمه بعد كده وبتعرفهم ان ريفن استعاد وعيه، وبيكون طالبهم هم الثلاثه عشان يتكلم معاهم. واول ما بيدخلوا بيشكرهم على كل اللي عملوه معاه، وبيعرفهم انه مش هيعيش كتير، وبيطلب منهم انهم يعتنوا بارض عشان هو مش قوي لدرجه انه ينزل لساحه المعركه، وان دي حاجات نسى يعملها وهو في صحته وكان المفروض ياخده معاه، بس خلاص الوقت فات، عشان كده عايزكم تدعموه وتخلوكم جنبه. فبيقول له روسيل انه لولا ارس كان زمانه لسه بيتعرض للانتقاد وما كانش فاهم عيلته بيتعاملوا كده ليه، فعشان كده هو هيدرس اكتر واكتر ويساعده. وشارلوت كمان بتقول له انها نفسها تشوف المستقبل اللي هو عايز يحققه عشان هو اللي ادى لحياتها معنى. ورين بيقول له انه لو حد وقف في طريقه هيخلص عليه حتى لو هيدفع حياته تمن لكده. فبيقول لهم ريفن انا كده اطمنت عليه، وبيطلب منهم بعد كده يقابل ليشيا. بتدخل وبيقول لها انت فاكره اخر مره قابلتك فيها؟ بتقول له هو انت قابلتيني اصلا؟ بيقول لها ايوه انا اللي خطبتك لارس، لما شفتك اول مره افتكرتك طفله مدلله، لكن لما شفتك بتعاملي الاطفال بحنيه عرفت انك طيبه وعشان كده اخترتك تبقي جنب ارس. وبيشكرها على قبولها الدعوه دي. بتروح بعد كده وبتناديله وفعلا بيروح على طول، وبيقول لابونا عملت لك شويه وصفات عشان تعالج مرضك، وسمعت كمان عن دكتور شاطر في المدينه اللي جنبنا لازم نروح نزوره. فبيقول له انت كبرت فعلا يا ارس، وانا في سنك كده قررت ان ابقى محارب لاول مره، بس ما اتولدت زيك كابن حاكم المدينه، انا اتولدت في منطقه زراعيه كان الناس فيها بيعانوا وكان الحكام بيفرضوا عليهم الضرايب من غير رحمه، عشان كده هربت من البيت ورحت للمدينه. لكن اول ما وصلت شفت حاكم الاقليم جاي على حصانه، وقتها شفت القوه اللي هو فيها، عشان كده قررت ان ابقى زيه في يوم من الايام. بدات اتعلم استخدام السيف لوحدي وبقيت جندي وقدرت اثبت نفسي في القتالات، ولما اللورد لومير سمع عن انجازاتي قرر يكافئني وبقى ليا منطقتي الخاصه، وبقى عندي اتباع وجنود وكل اللي كنت بحلم بيه اتحقق. وقررت من الوقت ده ان انا احميهم وما اعرضهمش للخطر. انا عارف انك حاسس بالمسؤوليه تجاه مرضي، بس انت مالكش دعوه، انا اللي اخترت ان ابقى كده، ووصيتي ليك انك تعتني بيهم. وبيفضل يتكلم مع ابوه للصبح، لكن بيحصل اللي كلنا عارفينه وبيموت ابوه في اليوم التاني، وفراق الاب مش حاجه بسيطه، عشان كده اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وبنشوف المشهد اللي شفناه في اول الانمي وهو بيحرق جثه ابوه، وبيوعدهم انه هيعتني بيهم ويحميهم مهما كان تمن، وبيبقى الكل في غايه الحزن. بتفتكر شارلوت مواقفها معاه لما كانت معاه في الحرب واجهدت نفسها بصوره كبيره، لكن هو بيقول لها وفري المجهود ده عشان تحمي بيه ارس في ساحه المعركه. وروسيل كمان بيفتكر لما كان بيدرس لوقت متاخر، فبيدخل عليه وبيدفيه من البرد وبيقول له ما تتعبش نفسك عشان تقدر تساند ارس في يوم من الايام. وبيبقى الكل مش قادر يمسك دموعه، مش قادر يسيطر على مشاعره، وبيوعدوا ارس انهم هيفضلوا جنبه وهيحموا القريه. بيعدي الوقت وبيكبر ارس وبيعينوا لومير حاكم لمنطقته، وبعد كده بيعرفهم ان الحرب بدات وبيطلب من مساعده يشرح باقي التفاصيل. وبيعرفهم المساعد ان منطقه برينا واقفه بصف الاخ الاصغر، وده هيزود احتماليه خسارتهم في الحرب. وبيعرفهم لومير بعد كده انهم لازم يستولوا على برينا الاول عشان هتاثر المسافه عليهم في الحرب، لكن ارس له راي تاني وبيقول له سيب لي الموضوع ده وانا هخلصه لك من غير قتال. وبيكون بالفعل
بيتشاور مع مساعديه في الموضوع ده قبل كده. بنرجع فلاش باك وبيعرفهم رسيل ان في حاجه غلط عشان برينا طول عمرها كانت واقفه في صفهم. فبيقول له ارس فعلا في حاجه غريبه في الموضوع ولازم نجمع معلوماتنا الاول. فبيقترح عليه رين انه يأجر مرتزقه تجمع له البيانات، وفي فرقه شهيره اسمها شادو صوتهم مسمع في كل حته، وبيعرفوا انه هيحاول يتواصل معاهم. نرجع بقى للواقع وبيعرفهم ارس بكل اللي حصل. فبيديله لومير اذن بجمع البيانات. بيطلعوا بعد كده وبيبقوا مروحين، وبتقابل شارلوت الاطفال اللي كانت بتعتني بيهم، وبيبقوا كبروا وبيكون ارس بنى لهم دار للايتام، وبيكون كل واحد بقى له طموح معين، اللي عايز يبقى جندي واللي عايزه تخدم في القصر وحاجات من دي. وبيشكروا ارس عشان غير حياتهم. ولكن فجاه بتوصل ليشيا وبتعرفوا انها جت مع ابوها لما عرفت انه هيبقى موجود، وبيجي طفل بعد كده وبيوسخ لها الفستان. بيعتذر ارس منها عن اللي حصل، لكن بتقول له مفيش مشكله، انا كده كده جاي عشان استمتع بوقتي. وبتخلع حذائها وبتلعب مع الاطفال، وبيقرروا انهم هيباتوا في الدار دي. وبتساله هو ناوي يعمل ايه، فبيعرفها ان ريم بيدور على مجموعه مرتزقه، ولو عرف يوصل لهم فهيروح لهم الصبح. بتقول له تمام انا هاجي معاك. بيقول لها مش هينفع الوضع هيبقى خطير. بتقول له مش ريم معاك يبقى انا كده مطمنه. فبيضطر صاحبنا انه يوافق، وبتعرفه كمان انها هتبات معاهم في الدار النهارده. فبيقول لها انا ما كنتش عامل حسابي هروح احضر اوضه عشان تنامي فيها. فبتقول له لا انا هبات معاك في نفس الاوضه. بتصحى شارلوت وبتقول لهم ايه المحن ده كله، ولما بتعرف اللي حصل بتقرر هي كمان تبات معاهم. ولما بيلاقوا روسيل بيتريق عليهم بياخدوه معاهم، والواضح كده انهم ناموا نوم عميق. وبيصحوا تاني يوم وبيبقى ارس وروسيل ما ناموش طول الليل. وفي الوقت ده بيجي رين وبيعرفهم ان وصلته رساله من شادو، وبيودعوا الاطفال وبيتجهوا لمقرهم. بيدخلوا هناك وبيقول لهم الشخص ان المكان مزدحم ولازم يغادروا على طول. بيقول له رين على كلمه السر، فبيقول لهم خلاص في ترابيزه لسه فاضيه حالا. وبيبدا ارس يقيم مهارات كل الاشخاص اللي قاعدين، بس ما بيلاقيش حد مهاراته عاليه. وبتيجي بنت جميله وبتاخد طلباتهم. بيتصدم ارس لما بيقيم قدراتها، وبيطلب انه يدخل الحمام، وبيكون مش متاكد من اللي هو شافه. بيقيم ريم مره تانية وبتطلع ان قدرته شغاله صح. وفجاه بتجيله البنت دي واللي بيبقى ولد متنكر في هيئه بنت، وبتثبته بالسكينه وبيقول له عرفت ازاي ان انا قائد المجموعه. لكن فجاه بيدخل رين وبيلحقه، وبتقول له انا كنت فاكراك عيل مدلل، استدعيت مساعدك ازاي؟ ده نوع جديد من السحر ولا ايه؟ بس ارس ما بيبقاش عارف هو جه هنا ازاي. بتدخل ليشيا كمان وبتقول لها ان ده تصرف سيء، والمفروض كتعويض تقبل المهمه اللي ارس عايزك عشانها. بتقول لها طب لو ما قبلتش واضطريت اني اقتلكم. بتقول لها ليشيا مش هتقدري في وجود رين، انت مش هتعرفي تعملي حاجه غير انك تحمي نفسك. فبتتاسف لارس على طول وبتقول له انا وافق على مهمتك بس بشرط واحد، انت عرفت ان انا ولد ازاي؟ فبيعرفها انه عنده قدره بتخليه يقيم الشخص اللي قدامه. بتقول له مش مصدقه انا عايزه حاجه تثبت لي الاول. فبيقول له طيب اعمل لك ايه يا مال؟ فبيقول له الشخص ده مش اسمي، الاسم ده اتخليت عنه من زمان، بس بما انك عرفت اسمي القديم يبقى انت فعلا عندك القدره دي. وبتوافق على وظيفته وبتسيبهم وبتمشي. وبنعرف ان ليشيا هي اللي اكتشفت الموضوع ده كله وانقذت ارس من الموت، وده بعد ما قدرت تحلل التعبير اللي كان على وشهم. وبيشكرها ارس على انقاذ حياته. وبعد كده بيروحوا يقابلوا الرئيس مره ثانيه، وبيطلبوا منه يعرف ليه رئيس مدينه برينا غير رايه وانضم للاخ الاصغر. فبتقول لهم تمام بس هاخد عمله ذهبيه كاجر للمهمه دي. بيسالها ارس عن الوقت اللي هتاخده، فبيقول له في خلال 5 ايام هتكون المعلومات دي عندك. بيرجعوا لاصحابهم اللي قاعدين مستنيينهم، وبيعرفوهم انهم قابلوا رئيس مجموعه شادو، وكمان اقنعوه انه يقبل المهمه. وبيجي بعد كده وبيقدم لهم حلويات كهديه من المكان. وبيقول ارس انه لولا عنده القدره دي عمره ما كان هيعرف ان ده ولد. بيتعدي المهله وبيروحوا له في المقر بتاعه، وبيكون حصل على المعلومات اللي هم عايزينها. وبيقول لهم اسمحوا لي اعرفكم ليه برينا بتنصر الاخ الاصغر. وبيديله ميعاد واللي بيكون من ضمنه توقيع مدينه برينا وكمان مدينه ماسا، ودي المدينه المجاوره ليهم، وبتضم عدد كبير من السكان، وبيعتبر عندها اكبر جيش مشاة في الامبراطوريه. ولحسن الحظ انهم في صف الاخ الاكبر، لكن في العقد ده موجود توقيعهم. ولو العقد ده حقيقي فده معناه ان ماسا خانتهم، ولو خانتهم فهم مش هيقدروا يهاجموا برينا لان ماسا هتلف من وراهم وتخلص عليهم. وبيطلب منه رين انه يتحقق من العقد ده، فبيقول له ان هو جايبه من القلعه الخاصه برئيس برينا. فبيشكره عن اللي هو عمله وبياخد العقد ده وبيتجه لقلعه اللورد لومير، وبيسالهم اذا كان العقد ده حقيقي. فبيعرفهم انه جاي من قلعه رئيس برينا بنفسه. فبيقول له كويس ان احنا عرفنا المعلومات دي قبل ما نهاجم برينا، وبيشكره عن اللي هو عمله. بس المساعد بيعرف ان الختم الخاص بمدينه ماسا متزور، وبيكون في عقد قديم بينهم وبيوري لهم الفرق بين التوقيع. فبيقول لهم لومير ده معناه ان برينا فكرت ان ماسا خانتنا وهي المدينه المجاوره ليهم، فما رضتش تحط نفسها في خطر. فبيسالهم ارس عن السبب. فبيقول له روسيل عشان يكسبوا وقت ويخلصوا على عدد كبير من جنودنا في الحرب اللي هتقوم بينا، وده هيديهم فرصه اكبر في التنقيب عن الحجاره السحريه، ودي حجاره مش موجوده الا في مدينه برينا، وبتخلي السحر اللي بيستخدمها يعمل انفجار قوي وممكن يخلص المعركه في لمح البصر. وبيقرروا انهم يروحوا لمدينه برينا ويقولوا لهم الحقيقه، بس الاول لازم يزوروا مدينه ماسا. وبالفعل بيروح ارس وبيقابل رئيسها وبيديله العقد اللي هم لقوه. فبيعرفهم ان العقد ده متزور، وبيقول له ارس على الخطه اللي هيعملوها مع رئيس برينا. وبيقرر رئيس ماسا انه هيروح بنفسه، وبالفعل بيروح على هناك وبيقابله رئيس المدينه، وبيروح له ارس على انه هيساند الاخ الاصغر وهينضم ليهم في فريقهم. الرئيس بيوافق وبيقول له انه هيقول للاخ الاصغر على المعلومات دي، بس ارس بيقول له في حاجه لسه عايز اسالك عليها، هو العقد ده اصلي؟ فبيعرفوا انه استلمها من الاخ الاصغر شخصيا. فبيقول له بس رئيس مدينه ماسا كان مساند للاخ الاكبر طول عمره، ايه اللي يخليه يخون دلوقتي؟ فبيقول له دي حرب وعادي جدا تخون حلفائك عشان تحقق النصر لنفسك. فبيقول له ارس ما تبقاش اهطل بقى، مش كل اللي تشوفه تصدقه من غير ما تعرف السبب. بيتعصب
الرئيس وبيأمر جنوده يخلصوا عليهم، لكن رين هنا يا صديقي وبيقدر انه يصد كل هجماته، وبيقول له ارثر بس انا ما جيتش هنا عشان نقاتل بعض، انا جايب لك معايا مفاجأة. وبيكون جايب رئيس مدينة ماسا معايا يا صديقي، وبيقول له انا جبته لك قدامك اساله بقى شخصيا، وبيعرفوا ان هو ما مضاش العقد ده، وان العقد ده متزور، وان هو طول عمره بيخدم الاخ الاكبر وهيفضل يسانده طول حياته. بيقول له دلوقتي بعد ما عرفت الحقيقة هتفضل مساند له ولا هتنضم لينا؟ فبيعرفوا انه عامل معاه عداوات لفترة كبيرة واكيد مش هيسامحه بسهولة. فبيقول له رئيس ماسا ده اكيد هيحصل، بس عايز اعرف انت ازاي انخدعت بسهولة. وبيكون ارس واقف يحلل الموقف وبيكتشف ان رئيس ماسا قوي جدا، وده اللي مخليه مسيطر على منطقة كبيرة. وبيقول له ارس بما انك انت اللي اكتشفت الحقيقة فهسيب لك القرار وانت اللي هتحكم عليه. فبيقول له ارس ان كل الاشخاص بتغلط ومش معنى انه غلط ان احنا نقتله، ولازم نسامحه ونديله فرصة. فبيقول له رئيس مدينة ماسا خلصانة انا رضيت بحكمك، وبيسيبهم وبيمشي. وبيروح بعد كده اللورد لومير وبيزور قبر ريفن وبيعتذر له عن التأخير عن زيارته، وبيقول له ان اللورد كوران طالب انه يقابل ارس شخصيا وده يبقى الاخ الاكبر يا صديقي. ارس بقى بيبقى متوتر جدا ومش عارف يقول له ايه. فبيعرفوا لومير انه قال لكوران عن كل اللي حصل وان هو طلب مقابلته شخصيا. فبيقول له خلاص هروح اغير هدومي واحاول اهيئ نفسي ان انا اقابله. فبيقول له انت بتقول ايه؟ احنا هنروح دلوقتي. بيتوتر اكتر وبيرجع لورا، لكن اصحابه بيشجعوه وبيقولوا له ان دي فرصتك ولازم تروح. فعلى طول بيتشجع وبيقول له يلا بينا. وبيكون ارس متوتر والعرق مغرقه وبيسال نفسه واحد زي كوران عايز من واحد زيه ايه. وبيوصلوا بالفعل للقلعه وبيدخلوا وبيكون في عدد كبير من النبلاء والكل عمال يبص عليه ومستغرب ايه اللي جاب طفل صغير في مكان زي ده. وبيكون اللورد لومير عنده معارف كتير وبينادي على ارس عشان يقف معاهم وبيعرفهم عليه. وهنا بيدخل كوران بيقيم ارس قدراته واللي بتكون اعلى من اي حد شافه قبل كده، وبيعرفهم انه ناوي يخش في حرب جديده مع اخوه الصغير والمره دي لازم يخلص عليه عشان يستعيد ورثه الشرعي. وبيقول لهم انا عارف ان الموضوع صعب بس انا واثق في كل اللي موجودين هنا وعلى راسكم شخص انجز مهمه نصكم ما يعرفش يعملها، الشخص ده هو ار. وبيقول له تعالى هنا جنبي. بيبقى متوتر ومش راضي يطلع بس زمايله بيزقوه وبيطلع لفوق وبيعرفهم قران عن اللي هو عمله وبيطلب منهم يسقفوا له. هو بيبقى صاحبنا في منتهى السعاده وبعد كده بيطلع عشان يشم هوا، ولكن فجاه بيجي له اللورد قران وهو بيقول له انا سمعت انك بتجمع الاشخاص الموهوبين وعندك نظره حاده في الناس، فعشان كده كنت عايز اسالك سؤال ايه رايك في الناس اللي حواليا؟ بيقول له ارس انا هقول لك الحقيقه بس ما تزعلش مني، كل اللي حواليك دول فيستك مهاراتهم عاديه ما يلفتوش الانتباه ولا حاجه. بيقول له فعلا معاك حق هم مخلصين بس ما عندهمش موهبه، والجيش التاني فيه عدد كبير من الافراد عندهم مواهب وده اللي بيدي احتماليه ان احنا نخسر في الحرب، لكن لما عرفت اللي انت بتعمله اتاكدت ان النصر هيبقى حليفنا ان شاء الله، ولو ده حصل هعينك مكان لومير. فبيقول له طب واللورد لومير هتعمل فيه ايه؟ فبيعرفوا انه هيديله منطقه اكبر من اللي هو ماسكها دلوقتي وبيشكره للمره الثانيه وبيدعوه انه يشارك في مجلس الحرب المره اللي جايه ويجيب اصحابه معاه وبيسيبه بعد كده وبيمشي. في نفس ذلك الوقت بنشوف الاخ الاصغر واللي بيبقى اسمه فات وبيعرفوا احد اتباعه ان قران اكتشف مأمورته، بس ده بعد ما حصلوا على عدد كبير من الحجاره السحريه وبيقول له ان في احتمال كبير ان يبقى النصر من نصيبنا. فبيقول له احتمال انا مش هدخل قتال الا اذا كان النصر مضمون. وبيسالهم عن واحده اسمها ميري، فبيقول له احد الجنود ان هي تقريبا ماتت من كتر الشرب وحتى لو عايشه فهي مش هتنفعنا عشان بقت مدمنه. فبيقول له دور عليها ويجيبها له في اسرع وقت. وفي اليوم الثاني بيروح اصحابنا الرئيس فرقه شادو وبيطلبوا منهم يدوروا لهم على اشخاص موهوبين، فبيوافق على طلبهم وبعد كده بيسيبوه وبيمشوا وهو طالع بتخبط واحده وبيقع على الارض، فبتعتذر له وبتسيبه وبتمشي. وبتدخل بعد كده للمطعم اللي شغال فيه رئيس الفرقه وبيطلب منه يدور له على شغل، وبيكون عارف انه ولد بس متنكر في هيئه بنت، بس بيعرفها واحد من اللي شغالين هناك وبيطلب منها تغادر المكان على طول، لكن رئيس المجموعه بيوافق على توظيفها. بتبدا الشغل بالفعل على طول بس ما بتقدمش ولا طلب واحد صح وبتفضل تشرب وهي بتشتغل. بيخلص اليوم وبيقعدوا ياكلوا وبيسالها الرئيس هي كانت بتعمل ايه قبل كده، فبيتعرفوا انها كانت هي واخوها الصغير بيخدموا حاكم الاقليم بس هو مات ومن ساعتها وهي في الشوارع وما معهاش فلوس حتى تشرب. بيعرض عليها رئيس المجموعه وظيفه احسن من دي وبياخدها بعد كده وبيروح لبيت ار وبيتعرف ارس عليها على طول وان هي اللي خبطته امبارح. بيقيم قدراتها واللي بتبقى قريبه من قدرات قران وبتكون دي ميري اللي فاس بيدور عليها وبتساله اذا كان هيوظفها او لا، بس اصدقائه كلهم بيحذروه وبيقولوا له ما ينفعش تعين واحده زي دي عشان سمعتها سيئه في المدينه كلها واخوها الصغير كمان ايد فاس اليمين وممكن تكون جاسوسه وبتسرب له المعلومات. بيقول لهم ارس انا راجل ديمقراطي وهاخد بنصيحتكم وعشان كده هوظفها معانا، لكنها بتسبب مشاكل كتير يا صديقي وما بيبقاش حد طايقها في البيت كله. بيدخلوا رين وبيعرفوا انها كانت نايمه طول النهار ولما نزلت التدريب كانت بتشرب، ولما حاول يكلمها قالت له سكلات كأمه، انا يتقال لي سكلات كأمه. وبيدخل بعد كده روسيل وبيعرفوا انها كانت بتخليه يجري طول النهار وفجاه وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت انفجار بره، ولما بيطلعوا بيلاقوها بتدرب شارلوت على استخدام السحر وبتفجر المكان. بيكون ارس متعصب جدا بس هي بتعتذر له عن اللي حصل، لكن الجنود بيكونوا رافضين فكره انها تفضل معاهم في نفس البيت. بتطلب منهم انها تعمل معركه وهميه عشان تثبت جدارتها ولو خسرت هتسيب المكان وتمشي. فبيوافق رين على الفكره على طول. بيعدي الوقت وبيجي اليوم الثاني وليشيا هي كمان بتحضر. بيجتمعوا وبيحطوا الخطه وبيعرفهم ارس انهم هيتقسموا لفريقين كل فريق فيه 50 واحد وان القتال هيستمر حتى غروب الشمس، والفريق اللي هيقتل عدد جنود اكبر هيقضي
على قائد المجموعه هيكسب، وهيستخدموا السيوف الخشبيه عشان ما يتعوروش، ولو اتضربت في صدرك او في راسك تبقى مقتول ولازم تنسحب من المعركه على طول. بتساله شارلوت اذا كان ممكن تستخدم السحر بتاعها، فبيعرفها ان السحر بتاعها ممنوع وهيستخدموا بداله قنابل صوت، ودي مش هتاذي حد فيهم. وبيقرر بعد كده انه ينضم لصف ميري، بس مفيش ولا واحد بيبقى عايز ينضم لها. بتبدا المعركه وبيشاهدها اهل القريه من فوق الجبل، وبتكون الفرق غير متكافئه، رين وشارلوت وروسيل والجنود في فريق، وميري وارس والمبتدئين في فريق تاني. وبتعرفوا ميري انه بالرغم من عدم تكافؤ الفرق الا ان عندهم فرصه للفوز، عشان هي هتستخدم الاستراتيجيات الخاصه بيها وهتحط لهم خطه. في الناحيه التانيه بيبقى رين هو كمان حط خطه، وهم انهم هيتقسموا لوحدتين، الوحده الخاصه بيه ووحده روسيل، بس وحدته هتسبق وحده روسيل، ولو شك ان في كمين هيستخدم قنبله الصوت عشان يرجعوا لهم. وبيبداوا في تنفيذ الخطه بالفعل، بيدوسوا على فخ وبتنفجر قنبله الصوت. بيتحرك رين لاتجاه الصوت ده وبيلاقي بنت مستخبيه وبتطلب منه انها تنضم لفريقه، وبتعرفه استراتيجيه ميري وهي انها كانت عارفه انهم هيتقسموا وحدتين، وبعد كده هيطلقوا قنبله صوت ويستدعوكم للقلعه ويحبسوكم، ولما تحاول الوحده الثانيه انها تنقذكم هتنقض عليها وتخلص عليها في لمح البصر، وبكده يبقوا كسبوا المعركه. فبيقول لها رين مش ده اللي حصل، ارس عمره ما يوافق على فكره زي دي. بتقول له فعلا انت معاك حق، ميري طلبت مني ان اتظاهر بالخيانه عشان توقعكم. فبيقول لها وانت بتعترفي بحاجه زي كده ليه؟ بتقول له عشان انا بكره ميري وعايز اخونها، وهقول لك على الخطه الحقيقيه. وبتعرفهم الخطه الثانيه، وبتطلب منه انه يتظاهر ان هو واقع في الفخ عشان تستخدم قنبله الصوت الخاصه بيها. فبيقول لها تمام بس هاتي لي القنبله دي عشان اضمن انك ما بتكذبيش. بتديها له وبيؤمر رين بعد كده الجنود انهم يقبضوا عليها، وبيلاقوا معاها قنبله ثانيه، وبيقول لها حتى في دي بتكذبي عليا، ده انا هنفخك. المهم دلوقتي هم مش هيتحركوا من غير اشاره، وعشان كده احنا هنلف من وراهم ونضربهم. وبالفعل بيروح على هناك، بس بيكون ده فخ من ميري. بتقول له انت شجاع بس غبي، وقدرت اتوقع حركاتك بكل سهوله. فبيقول لها انت بتضحكي على ايه؟ انا مش عارف خطتك الحقيقيه، بس انا هفوز بمجرد ما اخلص على ارس. وبيكون رين فقد صوابه. بتقول له تمام اللي حصلني كسرني، وبتاخد ارس على ظهرها وبتطلع تجري، فبيطلع يجري وراها هو والجنود، وبيكونوا خلاص هيمسكوها. بس انت فاكر انها هتتمسك بالسهوله دي؟ لا والله، بتكون عامله لهم فخاخ في كل مكان يا صديقي، وبيقع كل الجنود في الفخاخ دي ما عدا رين. وبتدي الاشاره لارس وبيحدف عليه قنابل صوتيه، لكن رين ما بيتاثرش وبيفضل يجري وراهم. في الوقت ده بيبقى روسيل مش عارف الوحده الثانيه وصلت لفين، بس فجاه بيطلع عليه مجموعه المبتدئين، وهنا بيعرف روسيل ان ده نص العدد، وبيدي للجنود اللي معاه امر بالقضاء عليهم. لكن فجاه بتظهر نص المجموعه الثانيه من وراهم، وبتكون دي الخطه اللي ميري حطتها ليهم. بتاخد شارلوت روسيل وبيطلعوا يجروا، وبتنفجر فيهم قنبله صوتيه، وبتعرف ميري مكانهم من القنبله دي. وبيكون رين لسه بيجري وراهم وعينه كلها بتطق اشارات، بس بتجري ميري باقصى سرعتها، ورين هو كمان بيحصلها. ايه الجمدان ده يا ابني؟ بتشوف ميري روسيل جاي من بعيد بيجري، فبتدي الاشاره لارس انه يرمي المجموعه الثانيه من القنابل، لكن ده ما بيوقفش رين وبيفضل يجري وراها مره ثانيه، بس ارس بيرمي اخر قنبله معاه، وبتقدر ميري انها تصيب روسيل، وبكده يبقى خطتها نجحت. ان كيدهن عظيم. بيرجعوا للبيت بعد كده وبيعلن ارس ان الفوز من نصيب ميري، بس الجنود ما بيعجبهمش الوضع وبيقولوا ان احنا كنا ممكن نفوز لو كانت المعركه عادله. فبيقول لهم رين ما فيش معركه عادله ولازم نتقبل النتيجه دي، وبيعتذر لها بعد كده وبيعترف ببراعتها، وبيقول لها روسيل انا كمان عرفت انت خليتيني اجري ليه. وكمان باقي الجنود بيطلبوا منها انها تعلمهم اكتر، فبتقول لهم ان كل دي توقعات واحنا فزنا بالحظ مش اكتر، بس انتم كنتم اجمد مجموعه شفتها في حياتي، وكل الفضل ده يرجع للشخص اللي جمعكم في مجموعه واحده، وانا واثقه في يوم من الايام انه هيبقى قائد عظيم. وبيفتكر كلام ابوه وهو بيقول له نفس الكلام، وبيقول فعلا انا لازم ابقى كده. وبيعملوا حفله بالليل وبيبقى الكل فرحان، لكن روسيل بيبقى قاعد في جنبه وزعلان من اللي حصل، وبيقول لها انا فهمت ليه انت خليتيني اجري، ولو كنت جريت كمان شويه كان زماننا فزنا في القتال، بس انا كنت فاكر ان الخبير الاستراتيجي مهمته هو التفكير في خطط بس، لكن طلع ان ساحه المعركه لازمها حاجات كتير. بتقول له ميري انت لو مت في ساحه المعركه ده معناه ان عدد كبير من الجنود هيموت، وهي دي مهمه الخبير الاستراتيجي، مش لازم تتعلم القتال بس لو مت مش هتقدر تستخدم عقلك. وبتقول لشارلوت بعد كده انها تهاجمه بالسحر عشان تخليه يجري اكتر واكتر. بيروح بعد كده رين وبيعتذر لارس انه خيب اماله وما قدرش يفوز في المعركه الوهميه، فبيقول له ارس ان انت لسه عندي بنفس الثقه، وبيساله عن اللي ميري قالته، بيقول له بخصوص انك تبقى قائد عظيم. بيقول له ارس ايوه، فبيقول له رين انا ما عنديش اي شك انك ممكن تبقى اقوى رجل في الامبراطوريه كلها، حتى اقوى من الامبراطور في نفسه، ولحد ما تبقى كده انا هفضل جنبك واساعدك. وبيخلص اليوم بتاعهم على كده، وتاني يوم بيجي لهم استدعاء من اللورد كوران، وبيعرفهم فيه انهم لازم يشاركوا في مجلس الحرب، وبيقرروا بعد كده كلهم انهم هيتجهوا لهناك عشان يشوفوا هيعملوا ايه. ولحد هنا بيخلص الانمي بتاعنا. لو عجبك ما تنساش لايكك الجميل والاشتراك في القناه، وما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.